السلام عليكم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة. ركزوا معايا مزيان حيث القصة اللي غادي نحكيو عليها اليوم ماشي عادية. هاد المرة الموضوع خطير بزاف وقادر يبدل موازين المنطقة كلها. من بعد هاد التصعيد الكبير، إيران خرجت ترسانة ضخمة ديال الصواريخ الباليستية وبدات كتوجه ضربات في عدة اتجاهات في المنطقة. بعض التقارير كتقول بأنها استهدفت مواقع مختلفة ودخلت حتى دول الخليج في الدائرة ديال التوتر. وفي نفس الوقت كاين كلام على محاولات لتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز اللي كيتعتبر واحد من أهم الممرات البحرية في الكون، حيث كيدوز منه جزء كبير من تجارة النفط والغاز الدولية. ولكن القصة ما وقفاتش هنا، حيث طهران طلبات من حلفائها في المنطقة يرفعوا درجة الاستعداد، ومن بينهم حزب الله في لبنان اللي كيبقى واحد من أقوى القوى العسكرية المرتبطة بمحور إيران. وفي نفس الوقت بعض التوترات بدأت تبان حتى في مناطق أخرى، مع رسائل سياسية وعسكرية موجهة لعدة دول باش يوسع الضغط ويحاول يبدل ميزان القوى. ولكن قبل ما نظنوا أن هذا الشيء كامل هو أقصى ما يمكن، كاين محللين كيأكدوا بأن إيران مازال مخبية بعض الأوراق القوية ديالها، وواحدة من أخطر هذه الأوراق هي المرتبطة باليمن. اليمن اللي بعض المحللين كيسميوه زر الجحيم في هذا الصراع، حيث موقعه الاستراتيجي والجغرافي خطير بزاف. جماعة الحوثيين متواجدة في مناطق جبلية وعرة، وهذه الطبيعة كتخلي ضربهم أو تحييدهم العسكري أمر صعيب بزاف. وكاين تقارير كتأكد بأن هذه الجماعة طورت قدرات عسكرية كبيرة في السنوات الأخيرة، سواء في الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو الهجمات البحرية. الخطر الكبير اللي كيهضروا عليه الخبراء هو مضيق باب المندب، واحد من أهم الممرات البحرية في الكون. من هذا المضيق كيدوز جزء كبير من التجارة الدولية، ملايين البراميل ديال النفط والغاز يوميا، وسلع كتساوي مئات المليارات سنويا. إلى وقع أي تعطيل كبير في هذا الممر، ممكن الاقتصاد العالمي كله يتأثر